ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. اسمع كويس. لو نفسك تكون جذاب، I'm finding you very attractive right now. الناس تقع في سحرك من غير ما تتعب، يبقى استعد. لو دخولك لأي مكان مش بيعمل فرق، لو كلامك عادي، لو وجودك سهل يتنسي، انا مش هقولك كلام نظري او شعارات، انا جاي اديلك خطوات عملية. الجاذبية مش بتيجي حظ كده. كم مرة لقيت حد داخل اي مكان بيشد كل الناس اللي حواليه، وانت لسه محتار مش عارف تعمل اي حاجة؟ معقولة لسه مش عارف هو بقى جذاب وساحر ازاي؟ لو هتتفرج على الفيديو ده من غير ما تطبق الخطوات اللي فيه، يبقى حياتك هتفضل زي ما هي. ما تنساش تتفرج على فيديو ازاي تكون شخص جذاب في اي مكان، لأنه ليه علاقة برضو بموضوع الجاذبية. أول خطوة وهي امدح اللي قدامك بشكل خفيف. أهم حاجة تمدحه على حاجات موجودة فعلا. لو لبسه حلو تقوله ما شاء الله لبسك حلو، تقوله ابتسامتك حلوة، وبتشع كده طاقة إيجابية بتملى المكان. انت بتعرف تعمل حاجة معينة بشطارة وعمر ما شفت حد بيعملها حلو زيك. اهم حاجة ما يكونش المدح على طول او على حاجات مش موجودة، لا، يكون على حاجات حقيقية وموجودة فعلا، وده هيخلي اللي قدامك ينجذب ليك ويحبك. تاني خطوة هي لباقة الكلام. لباقة الكلام كده ان انت تفكر في الكلام كويس قبل ما تقوله. قبل ما تقول اي جملة تستنى كده كام ثانية، ترتب الكلام في دماغك وبعد كده تقوله. في فرق مثلا لما حد يقول كلام قدامك مش واضح فتروح قايل له ايه، او تقول له انت تقصد تقول كذا كذا. شوف في فرق ما بين ايه وفرق بين انك تقول انت تقصد تقول انك مش عارف توصل لحاجة معينة. فشوف بص الكلام بيفرق ازاي وبيكون جذاب ازاي وبيخلي اللي قدامك ينجذب ليك. بدل ما تقول لحد مثلا ايه اللي جابك، انا عارف ان انت بتبقى عايز تعرف هو جه ليه، فبدل ما تقول له ايه اللي جابك تقول له اهلا اهلا ازيك عامل ايه. تقول له ازيك عامل ايه، انا مبسوط اني شفتك. بدل ما تقول لواحد مثلا على حاجة غلط هو بيعملها قدام الناس وقدام الناس اللي قاعدة حواليك، لا، ممكن تروح مثلا رايح بيه في مكان معين لوحديكم وتروح مبلغه بالموضوع او توشوشه في ودنه وتقول له الكلام اللي انت عملته ده ما ينفعش، لازم تعمل كذا كذا كذا، بدل ما تقول له قدام الناس اللي حواليكم. فلباقة الكلام مهمة جدا جدا. لباقة الكلام هتفرق معاك في حياتك بعد كده وفي الفرص اللي هتجيلك، فرص زي شغل أو علاقات أو أيا كان. لباقة الكلام هتحتاج تدريب كتير، خصوصا لو انت كنت متعود انك تقول الكلام على طول من غير ما تفكر فيه، فخلي بالك انها محتاجة صبر وتدريب لحد ما تتقنها. تالت خطوة، اسمع اللي قدامك كويس. لما تسمع اللي قدامك كويس ده هيخلي الناس تنجذب ليك وتبقى حابة انها تقعد معاك على طول. ما تنساش ان الدكتور النفسي الناس بتدفع له مبالغ ضخمة جدا علشان بتبقى بس عايزة حد مجرد ان هو يسمعها، عايزة حد تقعد تتكلم معاه وتفضفض معاه وتطلع كل اللي جواها وتقول كل اللي جواها علشان تكون مرتاحة من جوه. بعيدا عن انك ازاي تكون شخص جذاب، لو في اي حاجة مضايقاك من جوه، حاجة مش حلوة، حاجة سلبية، ممكن تقولها لأي حد قريب منك زي مثلا باباك، مامتك، أختك، واحد صاحبك تكون بتحبه قوي بيكون قريب منك. لأنك لو فضلت مخليها جواك ممكن تخليك تنفجر وتعمل تصرفات أو حاجات تندم عليها بعد كده، أو ممكن تسبب لك كمان أمراض خطيرة جدا زي السرطان. ما تكتمش أي حاجة جواك، طلع كل اللي جواك وقول كل اللي جواك. رابع واخر خطوة وهي خليك نفسك. انا قلت قبل كده ان انت نسخة واحدة في العالم، مفيش زيها اتنين. Wow. مفيش اي حد زيك في العالم. انت معدن نادر. انت عندك افكار ومواهب مش موجودة عند اي حد في الكون. انت حاجة مختلفة، ليك بصمة مختلفة، ليك بصمة صباع مختلفة، بصمة عيون مختلفة، بصمة صوت مختلفة. فلما تبقى نفسك قدام الناس بكل شجاعة هتكون جذاب جدا جدا، لان انت معدن نادر. وانا كنت عملت فيديو قبل كده اسمه ازاي تبقى نفسك بكل شجاعة، اتفرج عليه وهيفيدك. الجاذبية مش شكل وبس، الشكل مهم جدا جدا، هو اللي بيشد الواحد ليك. يعني انت بتتشد لحد شكله كويس وكل حاجة، بس انت بتقرر انك هتفضل معاه ولا لا، وهيكون صاحب ليك ولا لا. طبعا عن طريقة كلامه، هل هو عنده حياة وعنده اهداف ولا لا. برضو الجاذبية مش فلوس وبس،
ممكن واحد يكون معاه فلوس كتير بس مثلا مش عارف يتكلم، او ما عندوش اي حياة، ولا عنده اهداف، ولا عنده اي طموحات. الفلوس هتخليه شخص جذاب في البداية وكل حاجة، وهيشد الناس ليه، بس طريقة كلامه بعد كده، وهل هو عنده حياة واهداف ولا لأ، هو ده اللي هيحدد اذا كانت الناس هتقرر تستمر معاه ولا لأ، ولا هتفضل معاه ولا لأ. الجاذبية مش حاجة احنا بنتولد بيها، دي حاجة احنا بنبنيها، زي اي مهارة بنتعلمها بالظبط. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، سلام.